احلى مسا على كل الاهلاويه. دلوقتي معايا خبر عاجل يا جماعه، صعب جدا 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 بالنسبه لي. يخص نادي الزمالك. نادي الزمالك كان انسحب من منافسات بطوله دوري كره السله سيدات، الدوري الممتاز، بسبب عدم المنافسه وعدم القدره على المنافسه بخصوص اللاعبين والمرتبات وغيره وغيره. فقد القدرة التنافسية في الدوري، فاضطر هو ينسحب من جميع البطولات اللي تخص السيدات كرة السلة. الاتحاد المصري أصدر قرار من شوية بهبوط نادي الزمالك للدرجة التانية. طبعا يا جماعة نادي الزمالك نادي كبير، واحنا الموضوع ده صعب جدا بالنسبة لنا، مهما كان الأهلي بيحاول ان هو ينافس الزمالك والزمالك ينافس الأهلي، لكن ان انا فريق الزمالك يهبط للدرجة التانية دي حاجة في منتهى الخطورة للكرة المصرية، كرة السلة طبعا. ان شاء الله الزمالك يقدر يطلع من الكبوات اللي بيمر بيها والازمات اللي موجودة عنده، علشان خاطر يقدر يكون قطب تاني للنادي الاهلي، من اجل تطوير الرياضة المصرية عامة، سواء كرة سلة، كرة قدم، كرة يد، اي لعبة بتكون بترجع في الاخر على المنتخب المصري. الواحد ما كانش حابب يعني يقول خبر زي كده، بس دي حاجة غصب عننا. لسه من بعض من ساعات قليلة عرفنا الموضوع ده. تاني حاجة بخصوص النادي الأهلي، النادي الأهلي طبعا خد راحة بعد الماتش الصعب اللي عمله قدام الداخلية، والمفروض ان في عقوبات من مجلس الإدارة على اللعيبة، طبعا للتهاون والتراخي وكل حاجة زي ما انت عايز تقول قول. علشان مباراة نادي القطن الكاميروني، دي هتكون يوم السبت القادم ان شاء الله في استاد السلام. طبعا استاد السلام ده استاد صعب ورخم بالنسبة للاهلاوية، مش بيحبوه. وخد الموافقات الامنية بحضور 10,000 متفرج. ان شاء الله يكون الاهلي يقدر يعوض وينافس ويكسب الماتش ده، يعني علشان يقدر بس ايه، ياخد السباق بتاع دوري ابطال افريقيا، المجموعه اللي هو فيها. طبعا في طبعا انت السبت الجاي هتلعب يوم 4، وبعد كده عنده مباراة يوم الثلاث مع المقاولين، بيحاول ان هو يأجلها مع الاتحاد المصري. طبعا الحاج عامر حسين مش قادر ان هو ايه يأجل اي مباراة للنادي الاهلي بسبب ضغط الجدول، وهو عنده حق في الموضوع ده. بس طبعا الاهلي بيكون مضغوط جدا وعايز ان هو يتأجل له مباراة علشان يقدر اللعيبة تفوق من الاجهاد اللي موجود عندها، وخاصة ان يوم السبت اللي بعديه هيكون عنده مباراة سان داونز في جنوب افريقيا، في دوري ابطال افريقيا. طبعا هيكون ماتش صعب والساعة 3 ظهرا، واللعيبة مش بتحب التوقيت ده، اللعيبة المصرية عامة يعني. ان شاء الله الاهلي يقدر يخرج برضو من الازمة اللي عنده، ازمة الاجهاد وازمة عدم توفيق اللعيبة، ومارسيل كولر يقدر يظبط الخطط ويظبط التشكيل الامثل، ان احنا ان شاء الله نكسب في الدوري ونكسب في دوري ابطال افريقيا، ونستمر في التنافس على البطولات المحلية والافريقية ان شاء الله. ده كان اخر اخبارنا عن النادي الاهلي، وان شاء الله يعني من تقدم لتقدم ان شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي. لو انت عجبك الفيديو تقدر يعني تحط لايك وتعمل اشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم.